وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه دايما يا رب العالمين. اول ما نبدا كده بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام عليه. لايك حلو منك كده يا ست الكل، والاشتراك في القناه، واوعي تنسي اللايك والكومنت القمر اللي تكبروا بيه بخاطري، زي ما كل مره متعودين ان احنا بنكبر بخاطر بعضينا باقل كلمه تكبر الخاطر. الكلمه الطيبه صدقه. زي ما احنا بقى هنشوف النهارده. بصي الدنيا وحشه جدا جدا جدا، وكنت بغسل، وبصي هلم كل اللي انتوا شايفينه ده قدامكم. بقى هنبدا واحده واحده مع بعضينا، ويلا نستعد للمعركه. وبكده يا ست الكل كده السجاد وهغسل بقى وهروق دنيتي وكل اللي انت شايفاه ده. شفتي البهدله بتاعت العيال؟ والله لا، بهدله العيال صعبه جدا جدا جدا. ربنا يهديهم، والله ربنا يهديهم. الحاجه كلها جايبينها لي رامينها لي على الارض. شفتي حتى اللمشوط بيلعبوا بالعرايس بتاعتهم ويسرحوا لهم باللمشوط بتاعتنا. العيال مشكله والله. طبعا بصي اكني ما بكنستي بقالي سنه، والله العظيم كل يوم بتتكنس. ما تعرفيش التراب ده جاي منين ولا ايه الدنيا، يعني ما تعرفيش يعني. طبعا بقى هغير الشكل خالص، وعايزاكم تقولوا لي في الكومنتات هل الشكل القديم، طبعا انتوا عارفين شكل الصاله بتاعتي، طبعا الشكل القديم هو احلى من الشكل اللي انا هعمله دلوقتي قدامكم. بص بقول لكم حتى اللمشوط. قولوا لي ايه رايكم، وقولوا لي كده يعني. شاركوني كده يا جماعه، شاركوني كده، ربنا يبارك لي فيكم يا رب. طبعا بقى بجر كده الكراسي، هكنس طبعا من تحتيها. الكراسي صعبه جدا جدا جدا. الصعبه قوي. كان عشان هي معموله خشب زان، وبصراحه بيتعبني قوي في الزق. فبعد ازق فيه بيتعبني جدا، تقيل. بص بقى لقيت من تحتي بطردك ورق، شويه تراب كده يعني. طبعا كنست طلع لكم كل حاجه على الطبيعه، ولا على الطبيعه يا جماعه ولا. احب اشكر كل متابعين الامارات، احب اشكر كل حد دخل جديد، احب اشكركم وجودكم فوق دماغي من فوق، والله العظيم. بحبكم في الله، بحبكم. محبة الناس دي رزق، والحمد لله اللي انا لقيت حد يكبر بخاطري، ولقيت حد يحبني زي ما انا بحب الناس كده، والله الحمد لله رب. طبعا هنا حطيت حبة صابون مواعين يا كسلانة، صابون مواعين، ورحت حطها على الارض نقطتين كده في شويه ميه ودوبتهم، ورحت مسحه بيهم وزي الفل. هل قال لا؟ ما قالش لا، والله مسحنا وخلى الدنيا زي الفل، وعمل ريحه حلوه جدا يعني. بصي مش عايزه كلام. طبعا اهوت هنقل بقى لحاجه زي ما انتوا شايفين كده اهو. ده الشكل التاني، ايه رايكم فيه؟ قولولي. لو الشكل ده مش قد كده ومش عاطفي يا ام مايا، لا انقليه زي ما كنت عاملاه الاول، تمام يعني. برضك ايه اشكركم يعني في الصاله بتاعتي معايا يعني. قولوا لي ايه الدنيا. طبعا حتى الاتنين الكومودينو هنا كده عشان حط عليه التلفزيون. دي مالك بتقول لي بصي يا عيني ولا كأنها بتمسح. العيال رايحين جايين. ما طلعلكمش النهارده كوبايه القهوه، لكن والله في ايدي اهيت وعماله بشربها يا جماعه. بشرب كوبايه القهوه. طبعا هنا بقى كنت باكنس وبخليه الدنيا زي الفله. والمهم ان انا كنت بعمل الحاجه باستعجال والله، عشان جوزي كان خلاص على وشك النفاذ يعني. على وشك ان هو يجي. ولو جه ولقى الدنيا لسه مش متظبطه ولا كده بيتضايق لما بيجي ويلاقي العيال مثلا مبهدلين الدنيا. والله العظيم بروق مرتين في اليوم، مره الصبحيه ومره تاني يوم لما بتكون بقى ايه خلاص هو جاي بقى، فهضطر ان انا اقوم اروق تاني عشان خاطر هو بيزعل وكده يعني واحد برضو جاي من بره هيجي يلاقي بيته وحش؟ لا طبعا. ما تقومي يا ست الكل كده تشجعي بيا كده وقومي خلصي اللي وراكي. ما تقومي يا ست انت يا كسلانه اللي تحت اللحاف، الجو بقى حلو وما بقاش ساعه زي الاول. قومي بقى، كفايانا كسل، كفايانا ماسكين في قلب السرير ومتلجين ومتكتكين. كفايانا بقى، قوموا بقى.
يا انا يابا. بصوا بقى، حطيت حبة صابون على حبة مية، زي ما انتوا شايفين مفيش اي حاجة. ورحت مسحة وهفرش برضو قدامكم. قولوا لي بقى في الكومنتات، وما تنسوش قولوا لي ايه رايكم، هل اسيبه على كده ولا ارجع زي ما كان الاول، الكرسيين على جنب والكنبه على جنب. قولوا لي برضو ماشي. وطبعا رايكم فوق دماغي من فوق. هنا بقى الشراب اللي انا كنت لابساه اتبل، اللكلوك اللي انا كنت لابساه متبل يا جماعه. هنا بقى التليفون وقع، فحقكم عليا، تليفوني هنا بقى كان واقع. طبعا كده مسحت. هفرش بقى زي ما انت شايفه كده، هفرشها واخليها زي الفل. والله العظيم انا جوزي دخل اتصدم، قال لي ايه ده، ايه يا بنتي ده، يا بنتي ارحمي نفسك شويه. بحب التغيير، والله العظيم بحب التغيير يا جماعه. حتى لو مش هشتري حاجه، يعني اللي انا اغير حتى في الحاجه اللي انا عاملاها. ممكن اعمل من حاجه مثلا اعملها بفكره برضو بتبقى لذيذه وجديده، وفي نفس الوقت تحس ان انت مشتريها. يعني والله العظيم الصلاه لما غيرتها حسيت ان انا راحي عندي راحه نفسيه كده. التغيير حلو، التغيير حلو يا بني ادمين. قوموا ربنا يغير قلوب الناس. والله العظيم. وفرشت كده ورحت حاطه الحافظه. هتقولي لي ما غسلتيش ليه معاكي الحافظه ديت؟ الحافظه ديت انا سايباها بقى وانا بغسل بقى السجاد، لاني خلاص داخله بقى عشان داخل رمضان وكده، فبلاها كسل بقى. طبعا العيال كلها بيقولوا لي صوروني. والله العظيم صورته. هنا بقى كانت اخر حاطه خلاص في العصاره، وكنت بطلعها خلاص، والمفرش كنت غسلاه برضو، والدنيا تمام. طبعا الحمام بقى، شفتوا الحمام يا ولاد؟ دخلت غسلت كويس جدا الشرشوبه، انا معرفش انتوا بتقولوا عليها ايه. غسلتها كويس جدا، عملتها بالخرطوم وخليتها زي الفل، وعصرتها ورحت معلقاها ان هي تنشف. هنا بقى طبعا بقى العيال الله يسامحهم، الاريال، كيسياس الاريال اللي انا بستعمل اوكسي. طبعا الاوكسي يا جماعه، العيال خدوا الورق بتاعه وراحوا مقطعوهولي ودرموهولي في الحمام. شفت العيال؟ والله العظيم ربنا يهديه. هنا بقى كنت خلاص بقى يعني ببدأ بقى تصبين الحمام، عشان طبعا غسله ومسحه وكده. يعني هسيب الحمام يضرب يقلب؟ لا، ما وانا من النوع اللي انا بحبش اكروت، يعني فاهماني الكروته؟ لا، ما يعني نخلص على طول كده، يعني نخلص حاجتنا واحنا حتى لو تاني يوم مش وراكي حاجه هتعمليه. يعني انت حتى لو هتخلصي تعبتي النهارده، معلش غسيل ومسح والكلام ده كله، بكره هتحسي نفسك مرتاحه، ما وراكيش حاجه. الحاجه لما بتتعمل اول باول بتنضف وتبقى زي الفل، اكنك لسه عاملاها حالا. والله العظيم زي ما بقولك. هنا بقى كنت بقى بتعصب على الحاجه مش عاجباني. عايزه اولع في الحمام، يعني والله العظيم. يعني عايزه اجيب حيطانه من فوق الارضيته، يعني عايزه، فهماني، عايزه اقعد ادعك فيهم. مش حاساهم نضاف. فقلت يعني انا كده ابتديت اهو، يعني انت فاهماني ان انا ابتديت كده اقوم، فاهمه؟ يعني خلاص العلاج خلص، فانا كده ابتديت اقوم، يعني فاهماني؟ فاول ما ابتديت كده ابتديت بصي بالنشاط. خليكي نشطه يا وليه، يا ست انت، يا ست الكل، يا ست الناس كلها، يا بصي يا حته امرايه في الدنيا. والله العظيم قومي كده، قومي تشجعي، قومي خلاص اللي وراكي. خلي جوزك كده لما يجي يشم الريحه كده، ريحه الشقه ريحتها بتوبيو وريحتها وردي كده. الراجل لما بيلاقي حته نظيفه وقاعد فيها كده بنظافه وليها وريحه نظيفه والكلام دوت، يا سلام يا سلام. صدقيني هيقولك حبيبتي انا من غيرك ولا حاجه. والله العظيم. طبعا هنا خلاص خلصت، معلش بقى على صوت العيال بيلعبوا. هنا بقى هحط بقى شويه صابون. هنا انا كنت حاطه السلكه تحت رجلي كنت بدعك بيها، فما عجبنيش برضو، فرحت عملت بقى حبه صابون دلقتهم على الارض، ومسكت المقشه. بمناسبه بقى ان المقشه كمان كده هتتغسل، فقلت بقى اما اديها برشه على الارض. ورحت مخليها زي الفله. بص الجمال، يا جماله يا جماله يا ام مايا، هقول عليكي يا ام مايا، وانتي كلك عسل كده. بصي بقى بحلي نفسي يا جماعه، بحلي نفسي
طبعا هنا بقى بصي الحاجات بتطبيق. وبصي بقى الرغاوي بقى، يا رغاوتك يا مامايا يا رغاوتك. حبة صابون، هل ان انا وقفت الكور كان خلصان بقى وانا بمسح وانا بغسل، الكور خلص معايا، فرحت ايه حط الصابون بقى، والله نفعني وخلى الدنيا زي الفل والله العظيم زي ما بقولك كده. لو وصلت لحد هنا كده حط لي اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، كل فيديو انزله تبقي انت اول واحده تشاهديه وتشوفيه يا ست الكل. وقولي لي في الكومنتات انا اول واحده يا ام مايا، هقولك فوق دماغي من فوق، ده انت ست الغاليين. طبعا بقى زي ما انت شايفه كده اهو، بمناسبه ده انا هغسلها كده هغسلها، فروحت بقى عاملاها بقى ومظبطاها كده وبالخرطوم واشتغلت فيها كده، وفي الاخر ايه هسيبها تتصفى. هل قالت لا اهي في زي الفل وتبرق اهي. بس بقى هلم الحمام كده يعزكم الله، هلمه بقى بالمساحه بقى وهخلي الدنيا زي الفل. ويا سلام على الراحه النفسيه يا جماعه لما تكون شقتك نظيفه وحاجتك طبيق والله طبيق. فبحب اشكركم جدا 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 على كلامكم الامر، على جبر الخاطر. ربنا يكبر بخاطرنا كلنا، ويا رب ما يشوفش اي حد فينا محتاج لحد ولا ان احنا مستنيين حاجه من حد، وربنا يرزقنا من واسع، امين يا رب العالمين. وهنا بقى كون انا خلصت حمامي وخليته زي الفل، واسيبك في رعايه الله.